السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشباب، اليوم غادي نعاود لكم واحد القصة ديال واحد الشخص، يعني تحدى الإعاقة ديالو، تحدى المشاكل اللي عنده وكيتقاتل باش يعني يهز الوليدات ديالو ويهز الأسرة ديالو اللي عنده جوج وليدات اللي كيقراو مازال في المدرسة، وفضل أنه يتقاتل كما قلت لكم ويمشي يخدم على راسو على اساس انه يمشي يطلب ولا يمد يديه، وكان بالامكان ديالو انه يسعى ولا الناس تعاونوه، ولكن الكرامه ديالو ما خلاتوش. صراحه نهار سمعت هذه القصه هذه والله الا الحميت بورش عليه. واحد القصه اللي هي مؤثره جدا، سمعتها من عند واحد الشخص سميتو عز الدين لامين، واحد الشاب اللي كيدير هذه رياضه التسلق، كيمشيو للجبال والمغارات. كان غادي مع واحد مجموعه من الشباب، كانوا طالعين غيديروا واحد التريك. هذا التريك هذا كيخرجوا للجبال، كيديروا واحد 6 ايام ولا 7 ايام، كيخرجوا كيدوا معاهم الماكله ديالهم الى اخره، كيباتوا تما، يعني كيكونوا كيديكونيكطاو مع العالم وكيتكونيكطاو مع الطبيعه، كيمشي بحال قلتي كيتخلوا بهذا المفهوم هذا. وكانوا غاديين لواحد المنطقه سميتها في النواحي ديال ايميلين، سميتها تيزين اللي كمت. هاد المنطقه هذه يعني جات فوق واحد القريه صغيره اللي سميتها تشديرت. وهاد المناطق هادو معروفين بهاد الرياضه، هذه ديال تسلق الجبال، وكيجوا لها الناس النصارى والمغاربه. الناس ديال المنطقه ديال امليل راه غادي يعرفوا، واللي مشى لهاد المنطقه راه غادي يعرف علاش كنتكلم. المهم هاد الشباب هادو يعني في الطريق ديالهم كانوا غاديين، وملي فاتوا تشديرت، ملي لحقوا هذيك المنطقه اللي قلت لكم هذه ديال تيزي اللي كمت، اللي العلو ديالها تقريبا واحد 3000 متر ولا كاع اكثر من 3000 متر. نورمالمون ملي كيوصلوا الناس لهذه المنطقه هذه، حيت جات في الاخر ديال الجبل، كيستراحوا فيها من بعد كيكملوا الطريق. وهذه المنطقه هذه ديال تيزي اللي كمت فيها واحد الشخص كيجلس تما، عنده كيبيع هادشي ديال المناضه بيموات، السنيكرز، مارس، هادوك الحوايج اللي كيبغوا هادوك الناس الرياضيين، حيتاش كيكونوا جايين ضاربين الطريق طالعين مع الجبل تيعياو، كيبغوا شي حاجه ياكلوها، تعطيهم شويه ديال الانرجي، من بعد كيكملوا الطريق، وفي نفس الوقت كيستريحوا تما. هاد الشباب هادو اللي قلت لكم اللي كانوا طالعين مع الجبل، الكيد هو اللي غادي معاهم كيوريهم في هذيك المنطقه. ملي لحقوا تيزي اللي كنت، جلسوا باش يستريحوا. هذاك الكيد مشى لعند هذاك السيد، مشى لعندو، بدا مجمع معاه بالشلحه. الدراري ما تيفهموش الشلحه، بقى مجمع معاه. ملي سالا معاه، هو يجي الكيد عند عز الدين، قال ليه واش فراسك هذاك السيد راه ما كيشوفش؟ واستغرب، قال لي كيفاش ما كيشوفش؟ وقال لي واش جابو لهنا والمنطقه كلها جبال، يعني منطقه قاصحه، يعني الانسان اللي كيشوف عنده صعوبه بانه يلحق هذيك المنطقه. راكم عارفين الجبال العصيب باش كيطلعوا تماره وصداع الراس، فهمتي؟ قال لي كيفاش طلع؟ هو يقول لي هذاك الكيد، قال لي سير عنده سولو راه يشرح لك. هو يمشي لعنده، كيدير الحاج بخير لاباس هانياك كلشي لاباس. الحاج هذا السيد هذا كيعرف يتكلم بالدارجه. وقال لي كيفاش وصلتي حتى لهنا؟ هو يقول لي، قال له ودي كنفيق مع الصباح، كنهز هادشي اللي قسم الله السليعه ديالو، المناضه والعصير بيموات وهادشي، كيديرهم في الشواري في البغله، يقول كيشد في الزنطيطه ديال البغله وكيضربها، كيقول لها الرا صافي طلعي، والبغله عارفه فين غادي تمشي، كتطلع به الجبل، القمه ديال الجبل. راه قلت لكم يعني هاد القمه هذه راه 3000 وما اكثر، 3000 متر. راه اعلى قمه عندنا حنا هي تبقى اللي فيها 4000 وشي حاجه، هذه 3000، يعني راه واحد الصومي اللي هو راه يعني طالع بزاف. واش كنت تخيلوا الوعوره ديال الطريق كيفاش حتى وصل هذا السيد هذه المنطقه هذه، ماشي شي منطقه اللي هي سهله. قال لي كنشد في الزنطيط ديال البغله، تيقول هرة، كتبقى غاديه به حتى كتلحقوا لهذيك البلاصه. كتوقف البغله، كينزل كيهز هذاك السليعه ديالو كيحطها، وكيطلب الله يتقدى عنده شي واحد، يكون شي واحد دايز مغربي ولا اجنبي، كيشري عنده هذاك الشيء اللي قسم الله صافي، من بعد كيهبط. وقال لي ملي كتوصل العشيه كيبرد الحال شويه، كيعرف بان راه العشيه لحقات، كيعاود يشد في الزنطيط ديال البغله، كتهبطوا عاوتاني، كتهبطوا حتى للدار. وشوف انت انسان ما كيشوفش
ورغم ذلك يعني تيتقاتل باش يعيش هذوك الوليدات ويهز هذيك الاسره ديالو وياكلهم ماكله اللي هي حلال، وفضل انه يضرب تماره ويتقاتل على راسو على انه يمد يديه ولا يطلب ولا. وكما قلت لكم في الاول كان بالامكان ديالو انه يطلب والناس غتتعاطف معاه بحكم انه ما كيشوفش وكبير في العمر، الناس غادي تتعاطف معاه وغادي تعطيه. لكن رغم ذلك يعني انسان اللي كرامته قبل كل شيء، ما رضاش انه يمشي يسعى ولا، وفضل انه يمشي يعني يتقاتل على راسه. وكتلقى الشباب ديالنا حنا ولا اغلب الناس، يعني العديد من الناس كتلقاه كيتشكى ويقول لك ما كاينه خدمه، تلقى كتافو يعني كتافو كبر من كتافك ويجي يطلبك اعطيني ولا ما عندي باش نخلص هذه ولا. صراحه القصه ديال هذا السيد هذا والله العظيم الا نعيا باش يعني نعبرها بشي حاجه يعني يتقاداو لك صراحه. التعابير كيمشوا لك، قصته درس من دروس الحياه. هذا الشخص هذا خصو يكون مثال حقيقي للصبر والقتال والمثابره واليقين في الله سبحانه وتعالى والتحدي والرضا. راه نعيا ما نقول راه ما غاديش نسالي، والله ما غنساليش. عرفتي شنو وقت ما سخن عليك راسك تفكر هذه القصه ديال هذا السيد هذا، غتخليك تحمد الله وتشد الارض. والله العظيم لا غتخليك تحمد الله وغادي تثبت واحد شويه. ايوا الحاصل غادي نخليكم هنا ونتلاقاو في حلقه اخرى ان شاء الله. الى عجبتكم الحلقه كيف ما العاده ما تنساوناش بالجيم وخلونا شي كومونتير يكون زوين، ونتلاقاو في حلقه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.